النصر يحول تأخره أمام التعاون للفوز بالرباعية. كريستيانو رونالدو يكشف عن هدفه في عام 2024. أما بنزيما يضع شرطا للاستمرار مع الاتحاد. كما نجد أن الشباب يعود لنغمة الانتصار بدوري روشن. للمزيد من المعلومات تابعوا الفيديو. السلام عليكم عشاق كرة القدم، كما لا تنسوا الاشتراك في قناة البحر الرياضي ووضع التعليق تحفيزا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. ننتقل إلى أخبار النشرة. النصر يحول تأخره أمام التعاون بفوز برباعية. قلب نادي النصر الطاولة على نظيره التعاون ب4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت على الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في إطار الجولة 19 من عمر دوري روشن. سجل رباعية النصر كل من بروزيفيتش ولابورتا وآتافيو ورونالدو في الدقيقة 26 و35 و50 وفي الدقيقة من الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني في المباراة 92. فيما سجل هدف التعاون الوحيد أشرف المهداوي في الدقيقة 13 من عمر المباراة. يعني ريمونتادا خيالية للنصر أمام التعاون. ما رأيكم في هذا؟ النصر عالمي. وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع. رونالدو يكشف عن هدفه في سنة 2024. كشف البرتغالي كريستيان رونالدو نجم قائد نادي النصر عن هدفه في سنة 2024. قال النجم البرتغالي في تصريحات لقناة SSC: سعيد جدا بالرقم الذي حققته، والأهم لدي هو فوز النصر، حيث توج رونالدو بلقب هداف العالم في سنة 2023 برصيد 54 هدف. كل العالم يتابع دوري روشن، وأنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي. هذه تصريحات العالمي رونالدو، ما رأيكم فيها؟ كما قال: أريد تحقيق هداف العالم لسنة 2024. إنه حقا شخص طموح رغم التقدم في السن، لا يريد أبدا التنازل، دوما يريد أن يكون بطلا. بنزيما يضع شرطا للاستمرار مع الاتحاد. كشفت تقارير صحفية عن موقف الفرنسي كريم بنزيما من الاستمرار مع نادي الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، حيث تعرض بنزيما لانتقادات شديدة من الجماهير بسبب تراجع النتائج في دوري روشن للمحترفين. وأبلغ بنزيما إدارة النادي الاتحاد قبل مغادرته جدة بأهمية التعاقد مع لاعبين جدد يخدمون الفريق للمرحلة المقبلة، وذلك بناء على حديث سابق حول أوضاع الفريق. وبات استمرار المهاجم الفرنسي مع الفريق مرهون بتوقيع مع لاعبين جدد لتحسين الحال الفني وضمان نجاح المشروع الرياضي. يذكر أن بنزيما سجل 12 هدفا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة هذا الموسم مع الاتحاد. وفي النهاية الشباب يعود لنغمة الانتصارات بدوري روشن. عاد فريق الشباب إلى نغمة الانتصارات بفوز أمام الوحدة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن. سجل هدف الفوز لفريق الشباب والمباراة الوحيد اللاعب عبد الله هرديف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع فريق الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 25 في المركز التاسع. ما رأيكم في هذه النتائج؟ وهل حقا أصبحت المنافسة شديدة في دوري روشن السعودي بعد أن أتى كريستيان رونالدو لهذا الدوري وجعله ينتعش وشجع عليه؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، كما تنسون الإعجاب بالفيديو، زر لايك، اشتراك في القناة. تحياتي لكم يا شباب.